بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حبايبنا متابعينا مشتركينا، يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وسلام. مساء الفل، مساء الجمال على كل متابعينا سواء جوه مصر أو بره مصر. طبعا أنا النهاردة فتحت على الحمام بتاعنا اللي في العشة الصغيرة والعشة القديمة اللي هي العشة ديت طبعا اللي فيها الحمام دوت. تمام، هنشوف برضو كل حاجة على الطبيعة. وأنا فتحت على الحمام بعد غياب فترة من الطيران، كنت حابس الحمام بتاعي. تمام، ادي الحمام بتاعنا يا جماعه، العشه بتاعتنا هنا. طبعا الحمام اهوت. تمام، ادي واحد اتنين، ادي كده تلاته هناك اهوت، هناك اهو، واضح اهو. تمام، عشان الناس اللي بتقول فين الحمام، مع الحمام احنا فتحنا عليه. خليك معايا بس كده واسمع الفيديو للنهايه، يعجبك الفيديو وهنقول لك احنا عملنا ايه. طبعا انا قفلت على الحمام دوت فتره كبيره، ما فتحتش عليهم. الحمام اللي انتوا شايفينه بره هناك على العشه الكبيره وعلى العشه الصغيره. طبعا انا قفلت على بعض الحمام، اللي زي ده كده. تمام، قفلت عليه في قلب القفص، حطيته هنا يكشف، برضو احتياطي. وبرضو في الكشافه التانيه ديت، مش دول طبعا احنا صورناهم قبل كده وقلنا عليهم وعملنا فيديو برضو ازاي نعود الحمام على المكان والكلام ده كله. انا حبيت برضو ان انا اشارككم اللحظه لحظه بلحظه كده. تمام، ادي برضو بعض الحمام، اهوت. تمام اهو، حاول ان انا اصور لكم الظهر. ادي الظهر برضو اهوت، الحمام هناك اهوت زي ما انتم شايفين كده. تمام، وده برضو الحمام اللي احنا وسايبينه براحته. هنا الحمام اهوت، بس الشمس طبعا معاكسه معانا. تمام، في الكاميرا حاول ان احنا نوضح برضو اكتر. طبعا انا فتحت عليهم برضو علشان يفكوا نفسهم، وفي نفس الوقت الحمام طبعا ما يكتفش نفسه من الطيران والكلام ده كله. طبعا انا خشيت جوه عشان انا سايبهم براحتهم، دلوقتي وسايبهم طبعا براحتهم. فلازما كنت انا افتح على الحمام واسيب بعض الحمام. طبعا خليك ذكي وخليك ناصح دايما في تعاملك مع الحمام. يعني انت ما تفتحش على الحمام كله مره واحده بعد ما تحبسه وترجع تقول الحمام ضاع مني. انا فتحت على 9 حمامات فقط لا غير، 9 حمامات فقط لا غير. تمام، فطبعا انت لو فلت منهم فرد ولا حاجه، انت مدشر بعض الحمام طبعا في كشافه خارجيه برضو بره في نفس الوقت. يبقى انت كده ما خسرتش حمامك كله. هنحاول نطلع برضو بره. تمام، انا بحاول ان انا اوضح لك الصوره. ادي بعض الحمام اهوت. تمام، طبعا انا سايبه براحته، مش ننش ونطلع نجري ورا الحمام ونخوف الحمام ونرجع نقول الحمام بتاعنا بيضيع، والحمام بتاعنا يا مش عارف في ايدناه، والحمام بتاعنا مش عارف ايه اللي حصل له والكلام ده كله. احنا في غنى طبعا عن الكلام ده كله. طبعا اعذروني لو صوته متغير ولا حاجه، طبعا فده غصب عني، والحمد لله يعني على كل حال، ودلوقتي في احسن حال ان شاء الله. طبعا بكم ومعكم نرتقي بفضل الله. وحبيت ان انا برضه افتح على الحمام ده النهارده واحط بعض الحمام زي ما انتم شايفين كده في قلب الاقفاص. مش شرط سلاكه، اي قفص عندك ممكن تعمله سلاكه. وطبعا احنا نزلنا فيديو عن الموضوع دوت. تمام، طبعا لو حد طلع على السطح دلوقتي عندنا هنا وجنبنا يقول لك اللي هو الراجل ده بيكلم نفسه ولا ايه؟ عمال بيصور في الحمام، طبعا محدش عارف حاجه. تمام، فانا حبيت برضو ان انا افرج حبايبنا وغواة الحمام ومتابعين الحمام طبعا وعشاق الحمام، وانا سايب الحمام براحته اهو يلعب على ظهر الغيه الكبيره. تمام، القايم ده يا جماعه انا عملته عشان الحمام بيبقى يقف عليه. القايم ده انا عملته حرف التي. تمام، عملت ده علشان الحمام لما بيجي يقف عليه. في بعض الحمام بيقف عليه طبعا لما بيكون الحمام طاير بينزل عليه بدل ما ينزل على الظهر على طول، طبعا لان السطح واطي، فطبعا بينزل يقف على الايه، على الحرف دوت اللي انا عامله القايم الخشب اللي انتوا شايفينه دوت اللي هو على شكل تي ده بالانجليزي. ادي يا جماعه الحمام اهو زي ما وعدتكم، قلت هفتح عليه. تمام، بس اهو زي ما انتوا شايفين كده. نسيب الحمام براحته،
ما تستعجلش على الحمام بتاعك دايما وتقعد تجري وراه زي ما انا بقول لك على طول عشان ما تضيعش الحمام بتاعك. طبعا انا حابس الحمام التاني تمام، كل الحمام ده طالع عندي بفضل الله، بفضل الله وكرمه. فلابد ان انت قفلت على الحمام بتاعك فتره، حتى لو بعض الحمام فيهم كان واخد على المكان، لازما لما تيجي تفتح للحمام تفتح بحرص علشان الحمام برضه ما يضيعش منك، ما يلطش منك الكلام ده كله. وتعمل زي ما انا عامل كده، تعمل زي ما انا عامل كده، تحبس جزء من الذكوره ومن النوتي وتفتح برضه على العكس نفس النظام، على حسب ما انت تحب، يا تحبس الذكوره يا النيوتي، عاوز تطير نصهم وتسيب نصهم، واحده واحده كده. طبعا احنا بكره او بعده هنقوم سايبين برضه اللي محبوسين دولت، اللي انا حاطينهم في قلب الكشافه ديت، واللي هناك دي برضه واللي الفرد الحمام واقف عليها دوت جنب القايم اللي احنا عاملينه دوت. وفي الحاله ديت انت كده مش هتخسر حاجه، انت كده مش هتخسر حاجه، ولا هتفقد حمام ولا هتضيع حمام ولا هيطير من عندك حمام مثلا ان انت هتخسره والكلام ده كله، وترجع تقول الحمام بتاعنا احنا دشرناه وضاع مننا والكلام ده كله. لازم تعمل زي ما احنا بنعمل كده. اهو عندك الكشافه بتاعتنا اهو، احنا بنعمل الفيديو بظروفها تمام، وده الحمام بتاعنا برضه اهو بيدشر، وشبابيات نفس النظام. والحمام دوت كان فيهم حمام طاير وكان فيهم حمام مطرشي. مع العلم انا برضو كنت منزل فيديوهات قديمه للحمام طبعا دوت زي ما انتم شايفين، اللي هو الابيض فاسمر اللي انتم شايفينه ده كان طاير قبل كده. طبعا عندنا اللي هو الرمادي دوت، الرمادي دوت فيهم حمام كتير مطرشي تمام، فيهم حمام جوه في حمام بره، وبقيه الحمام انا حابسه اهوت على الظهر في قلب الكشافه برضو بتاعتنا، في قلب الكشافه بتاعتنا. تعامل مع الحمام بحرص، تعامل مع الحمام بحرص، تكشفهم على المكان وتعودهم علشان ما تفقدش حمام من عندك، وفي نفس الوقت ما تخسرش حمام كتير من عندك وترجع تقول يا ريت اللي جرى مكان. طبعا هنسيبهم براحتهم يوم 2 3 زي ما انتم شايفين كده، ولا هنش ولا هنهش الحمام ولا الكلام ده كله، طبعا علشان الحمام ما تفزعوش ويركن على اي مركن تاني. انت في غنى عن الكلام ده كله، وركز في الكلام ده كويس قوي عشان الحمام ما يركنش منك. ركز وخلي بالك وصحصح للكلمتين اللي احنا بنقولهم دول عشان الحمام ما يركنش منك. سيب الحمام براحته، يطير براحته، يطلع على البيت اللي جنب منك براحته، الكلام ده كله يركن تمام. ما تهشش الحمام بتاعك، بس نصيحتي انت لو ما هشتش الحمام بتاعك صدقني الحمام مش هيركن ولا هنا ولا هنا، هتلاقيه واقف زي ما انت شايف كده على السطح عندك، على الغيه بتاعتك، على عشتك، مش هيروح بعيد ولا هيروح هنا ولا هنا، ولا هتحتار ولا تقول الحمام بتاعي بيركن اعمل له ايه ولا الكلام ده كله. ادي اول يوم اهو نفتح عليه بعد غياب فتره كبيره طبعا، بعد غياب فتره كبيره طبعا. اهو ده الحمام جايب ذكر تاني مع ماما واقف هناك اهو. اول ما فتحنا على الحمام اهو هذا ذكر غريب واقف هناك، هنحاول برضو نوضحها. واقف هناك على ظهر البيت العالي ده، الفرد اللي هناك ده مش بتاعنا، الفرد اللي هناك ده مش بتاعنا. شايفين يا جماعه؟ شايفين الحمام اللي واقف، اللي بره بره واللي جوه جوه. ما تجريش ورا الحمام بتاعك. الهدف من الفيديو ومن الحلقه بتاعتنا ان انت تسيب الحمام بحريته، تسيب الحمام براحته، ما تستعجلش على طيران الحمام. طبعا الناس اللي واقفه في البلكونات دلوقتي ما تشوفني طبعا وانا عمال بتكلم وبصور يقول لك بس الفرد ترى، يقول لك بس الراجل ده مجنون وبكلم نفسه ولا ايه؟ يقول لك ده بكلم نفسه ولا ايه؟ تمام. ادي الفرد اهو، الذكر قام من على الحصى اهو طبعا عشان نتايته بره. الان مستغرب هو طبعا، انت فاتح له مش متعود على كده، متعود ان هي طبعا النتايه تبقى موجوده معاه ومحبوسين طبعا في قلب المكان، فمش متعود ان هو ايه يلاقي نفسه وحيد كده في قلب الغيه وفي قلب المكان اللي هو متربي فيه. فالان هو بيقول لك ايه اللي حصل، الراجل ده ودى النتايه فين؟ تمام. فانت خليك معاه واحده واحده كده. يا جماعه سيبهم براحتهم، سيبهم ونشوف برضه هيعملوا ايه كده مع بعض. شوف الحمام هيعمل ايه مع بعضه واحنا سايبينه اهوت، كل حاجه على الطبيعه كده. سيبهم براحتهم، سيب الحمام يقوم براحته علشان ما يركنش عند اي حد وترجع تعاني لما تيجي تنشي الحمام بتاعك الصبح واخر النهار وترجع تعاني وتقول الحمام بتاعك بيركن. لا، هو لما يركن على غيتك احسن ما يركن على غية حد تاني.
لما يركن على سطحك احسن ما يركن عند حد تاني. ونرجع نعالج ونرجع نحبس الحمام اللي بيركن، ونرجع نقول نعمل ايه مع الحمام اللي بيركن. وانا منزل فيديو عن الحل السحري والنهائي للحمام اللي بيركن. ومش عايزين نخش في الدوامه ديت وفي المجال دوت وانت في ايدك كل حاجه. اصحى وصحصح معايا للكلمتين اللي بنقولهم، عشان الكلمتين دول مهمين قوي، مش اي حد هيقولهم لك، وكلمتين سهلين مش هتتعب فيهم ولا حاجه ولا هتغرم فيهم حاجه. تفتح براحتك كده وتسيب الحمام بتاعك. احنا اهو بعد الظهر وسايبين الحمام براحته، اللي بره بره واللي جوه جوه، ما بتشغلش دماغك بحاجه، ما بتشغلش دماغك بحاجه. واللي حابسينه حابسينه تمام، واللي في قلب القفص برضه السلاكه بتاعتنا اللي احنا عاملينها حلوه اهيت، واخده حمام اهو يا جماعه تمام، بس انا لفيفها بالجنب. ما هيش اختراع ولا حاجه، ما بنخترعش ولا بنقول افتكاسات ولا حاجه. الحمام على الطبيعه سيبه زي ما انت شايف كده، يطير براحته يجي براحته. انت بقى حبيت بقى تنزههم شويه بقى، تحط لهم شويه علف تمام، حبيت تحط لهم علف برضو ماشي، حبيت انت بقى تدلعهم شويه برضو ماشي تمام. لو سيادتك يعني عندك شويه علف حلوين كده ولا حاجه تمام، ممكن ترميه لهم زي ما احنا هنعمل برضو دلوقتي، وتشوف كل حاجه على الطبيعه تمام. هنحط برضو هنا كده مش عايزين نشغل عم مازن معانا، ورايا هو دلوقتي، ورايا هو دلوقتي. طبعا انا بجيب شويه علف عشان نحطهم للحمام اهو. نزلوا ما نزلوش برضه براحته، نزلوا ما نزلوش برضه براحته. انا قاعد اهوت تمام، نرمي لهم برضه شويه العلف زي ما انتم شايفين كده. سيب الحمام براحته، سيب الحمام براحته، ما تستعجلش على حاجه ولا تشغل دماغك بالحمام طار او ما طارش ولا الكلام ده كله. خد يا مازن، خد العلفه دي ماشي. نخش بقى كده الغيه بتاعتنا تمام، وهنشوف الحمام هيجي بقى ولا مش هيجي، هنشوفهم هيجوا ولا مش هيجوا. هم هنا على المركن بتاعنا، على المركن بتاعنا اللي هي الغيه التانية تمام، اللي هي الغيه التانية. طبعا الحمام اللي محبوس ده متكشف بقاله فتره، عاوز يطير، عاوز يطير. انا حطيت القش ده، وقفلت الجنب ده طبعا عشان البرد، قفلت الجنب ده عشان البرد تمام. حطيت هنا قش الناحيه التانية كده علشان العشه القديمه دي طبعا في الشتاء بتغرق ميه، وبقى يعني اليومين اللي فاتوا اللي كان فيهم شتاء اتبهدلت فيهم بصراحه. شايفين الحمام؟ حاول اوضح لك الصوره على قد ما اقدر. اصريت ان انا اعمل لك الفيديو دوت علشان تشوف كل حاجه على الطبيعه تمام. انا فتحت للحمام وحبيت ان انا برضه اقول لك انا قافل على الحمام ده بقاله فتره، يعني انا قافل على الحمام ده بقاله فتره، وفيهم حمام والله العظيم ما طار قبل كده، يعني فيهم حمام ما طارش قبل كده، سايبهم براحتهم. حمام بيطير ويجي ما فيش اي مشكله. اعمل زي ما انا بقول لك كده، افتح على حمامك، احبس جزء تمام. لو انت حابب تعمل شيكرتون على جناح الحمام برضه عادي ما فيش مشكله. حابب تعمل شيكرتون على دماغ، مش على دماغ على جناح فرد الحمام ماشي تمام. انا بركز مع الفرد الحمام اللي هو بعمله وبقول لك اعمل شيكرتون على دماغه. لا اوعى تعمل شيكرتون على دماغ فرد الحمام عشان ما تموتوش، بقول لك على جناح فرد الحمام تمام، على جناح فرد الحمام. حمام نزل هنا اهو في الجنب. انا حاول برضو ان انا يعني اوري لك كل حاجه على الطبيعه كده، اوري لك كل حاجه على الطبيعه. شايفين انا حطيت للحمام علف، حمام خاف اهو
حمام خايف عشان انا بصور، بيقول لك ايه اللي طلع لنا ده. شايفين؟ حاول انا الصورة واضحة، اوضح لك كل حاجة عشان تبقى شايف بنفسك. تعمل زي ما انا بعمل كده، ترمي كلفة. تخافش ما تخافش يا عم، احنا بنصور يا عم، احنا بنصور احنا بنصور. شوف والله العظيم جمال الغية وحلاوتها ومتعتها كلها مع الحمام بتاعك وانت بتطيره بأمان، وانت بتطيره. سيبك من اي حاجه بقى، انسى الهم وانسى مشاكلك وانسى كل حاجه، واقعد كده واسمع معاك الكلمتين اللي بقولهم لك ده، هم تمتع عينك. مفيش اجمل من كده. ولا تقول لي بقى ولا فلوس ولا الكلفه زادت. اي نعم، هو الكيلو ب 12 جنيه النهارده ب 13 جنيه. تمام. كيلو الكلفه الوقت ب 13 جنيه، انا جايبه ب 13 جنيه. الكلفه الحلو تمام ب 13 جنيه. شايفين؟ حاول انا اوري لك من هنا ومن هنا برضه. تمام. دي انتايه عزيزه عليا، يعني انتايه بسم الله ما شاء الله عيالها، يعني حمام من الحمام، يعني بسم الله ما شاء الله. ده يا جماعه شيح اللي في قلب الصوره ده، عشان الناس اللي بتسال انتوا شايفينه ده شيح. ده شيح لابد لازم يبقى عندك. تمام. لابد يبقى عندك، لابد لازم يبقى عندك. ركز واعمل اللي احنا بنقول لك عليه. اعمل زي ما احنا بنعمل عليها. شوف بنتعب والله العظيم بجد علشان نصور الفيديو تبقى كل حاجه واضحه زي ما انتم شايفين كده. انا رميت شويه كلفه، اعذروني يا جماعه صوتي متغير علشان كنت تعبان شويه والحمد لله يعني، بس انا قلت لا مش هغيب اكتر من كده في الفيديوهات، مش هغيب اكتر من كده في الفيديوهات. لازم حقكم ان انا اصور لكم الفيديوهات اللي انا وعدتكم بقى. قلت لكم ان انا هفتح على الحمام، وقلت لك انا عملت ايه مع الحمام. حبست جزء من الحمام في قلب الاقفاص زي ما انت شايف يا غاوي، واسمع وركز وصحصح معايا في الكلام اللي بقوله لك دوت. ولو لطش منك فرد حمام ما تزعلش عليه. لو لطش منك فرد حمام انت عملت اللي عليك، طالما صحة فرد الحمام كويسة وعملت اللي عليك خلاص. تمام. شوف بقى كده مع بعض اهو، نزل. تسيبهم بقى براحتهم كده، نسيب الحمام براحته يطير ينزل اهو. شايفين؟ انا طبعا لو فتحت، طبعا مازن قاعد بره اهوت قبالهم. مساء الفل يا عم مازن. طبعا لو فتحت دلوقتي شايفين؟ لازم اهو. الحمام اللي انا بعشقه، الحمام بقى بجد اللي انا بعشقه. تمام. الحمام دوت الالوان دي بعشقها، والاسمر والازازي، البلاك البلاك يعني. تمام. والاكتاف، الحاجات دي انا بحبها. الحمام دي انا غاويها، الحمامه دي غاويها، خامه انا غاويها. تمام. وكل واحد غاوي توب معين او لون معين او نوع معين طبعا في الغيه بتاعتنا. طبعا كل واحد ودماغه، وكل واحد طبعا. مازن هناك اهوت بيمسي طبعا على حبايبنا، قاعد اهوت. تمام. ومزاجه 100 فل و14. دور وشه الناحيه الثانيه اهو مدور وشه الناحيه الثانيه. يا جماعه مش عايز يطلع، ما هوش عايز يطلع في الكاميرا، محروق. دور وشه الناحيه. خلاص يا عم، خلاص يا سيدي، خلاص يا عم الحاج مش هصورك يا عم. شايفين يا جماعه؟ زي ما انتم شايفين كده. وانت يعني عليك الغضبه؟ اطلع اطلع انت كمان. ما انت هتطلع يعني هتطلع، هتطلع يعني هتطلع. انا بقى مش عايز اطلعك من الباب. طلعك منين؟ طلعك بالشباك. طلعك بالشباك. شوف. طلعه من الشباك ليه بقى؟ علشان يعرف هو طالع من ايه. ربما ولا حاجه يكون جاله زهايمر ولا حاجه ما انت خليك بقى ناصح بقى، خليك ناصح مع الحمامتين اللي انت بتربيهم. يعني لو هي حمامه مش ناصحه خليك انت ناصح، تشغل دماغها. حاول انك تشغل دماغ فرد الحمام بطريقتك وبدماغك، وطبعا وبقعدتك الحلوه مع الحمام. طبعا انت خليك راقد انت على الحصى، مالكش دعوه بالكلام اللي احنا بنقوله ده. خليك انت راقد على الحصى ومالكش دعوه باللي احنا بنقوله ده. انت ما انتش تبعنا خالص، انت مش تبعنا. انت بس تطلع تدور على النتايه بتاعتك وخلاص. ده الفرد ده يا جماعه يطلع يدور على النتايه بتاعته ويجي جاري يرقد على الحصى بتاعه. تمام. طبعا يعني الحمد لله ربنا كرمنا. طلع طلعت النهارده لقيت حصويه مكسوره رميتها، والحمد لله مكسوره يعني ما هيش فاضيه ولا حاجه، مكسوره. طبعا مكسوره واللي فيها خلاص كده اتكل على الله مات، الجو اتبرد بالليل، فالحمد لله فضل ونعمه، فضل ونعمه. كفايه حصويه واحده تحت منه بس، هي تعمر هي وتطلع بس.
سيبهم بقى براحتهم اهو، قاعدين معاهم قعدتنا الجميله وندردش مع بعض. طبعا انا منظف السطح الاسبوع اللي فات بالمناسبه، عشان عامل حساب بقى خلاص ان انا هفتح بقى، ابدا افتح على الحمام بقى ونخش بقى في المغامرات، والحمام اللي يضيع بقى ونرجع نقول يا ريت اللي جرى مكان وضاعت حمامتك يا صابر. فانت اعمل اللي بقول لك عليه علشان ما تقولش ضاعت حمامتك يا صابر. واديك شايف على الطبيعه كل حاجه يا غاوي، والكلام ده الكلام ده بفلوس 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 الكلام ده بفلوس. انا ما هشتهمش، هم مع نفسهم، سيبهم، هنسيبهم براحتهم. هيروحوا فين؟ هيروحوا فين؟ ولو راح هيجوا. مش عايزك تخاف، اللي نزل هنا نزل تمام، واللي هنا بياكل ومزاجه في السحاب، مزاجه 100 فل و14 تمام اهم. هيروحوا فين؟ انا بقول لك سيبهم براحتهم طالما انت ما هشتش. ما تهشش يا عم مازن. مازن بتهش يا مازن؟ لا طالما ما هشتش ما تخافش من حاجه. فاتح على الحمام اول مره اعمل زي ما احنا بنعمل كده. والله العظيم يا جماعه انا فاتح على الحمام ده. في حمام مطار قبل كده عندي، يعني في حمام منهم طار وفي حمام ما طارش خالص، اخره كان يقف هنا، كان يقف زي ما انتم شايفين كده هنا في قلب المكان ده، في المكان السلك اللي انا عامله ده. والفتحه دي طبعا كانت بتبقى مقفوله مش مفتوحه كده. ده كان مترمخ جوه دلوقتي، فطلع يلاقي اكل بره قال لك لا وانا اكل بقى الايه شويه الذره الحلوين دول والبسله والشعير والغله والعدس واروق مزاجي واخش تاني. حبيت ان انا اعمل لكم الفيديو ده كده، فيديو يعني حصري واضح، وطبعا من انتاج قناتنا بفضل الله لكل حبايبنا واخواتنا ومشتركينا في القناه بتاعتنا. طبعا الناس اللي بتحبنا الخير والناس اللي بتدعمنا دايما بلايكاتكم الحلوه. طبعا ما تنسوناش طبعا ميزه التشكرات لو حابين تدعمونا. طبعا هنكتب كومنتاتكم اساميكم طبعا في الفيديوهات بتاعتنا وفي التعليقات، وبنصبح وبنمس على كل اخواتنا في الوطن العربي وسواء جوه مصر او بره مصر. تحياتنا للجميع، احلى جواه واحلى مشتركين في الدنيا. انا مش حابب ان انا اطول عليكم اكتر من كده، بس انا برضه مش قادر، لازم انا اخليك تشوف كل حاجه على الطبيعه. كاميرا جات لك اهي، كاميرا جات لك اهي، كاميرا جات لك اهي، عندك اهي 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 اهي، تعال متعه كلها وانت قاعد في قلب الغيه والحمام بتاعك بيطير وبيجي. بص مفيش اجمل من كده. ويا سلام بقى لما تاخد بقى الحمامتين بتاعك في القفص الجميل وترميهم بقى، وترميهم من مكان كده وتيجي قبل ما توصل يكونوا موجودين. يا جماعه الحمام اللي انا حابسه عاوز يطلع. الحمام اللي انا حابسه في الاقفاص، في الاقفاص اللي على الظهر، اللي على الظهر مش في الكشاف. حكمان دي شالت الهوا كتير، شالت الهوا كتير. دي بالليل بيبقى هنا بص، جيت لقيت زبله الحمام متغيره من 3 4 5 ايام، قلت على طول الحق قفل. ده مكان قديم بس برضه بحبه، مكان قديم وبحبه طبعا، والرزق ده بتاع ربنا والحمد لله. بس انا برضه زي ما انتم شايفين كده حابب ان انا اوري لك كل حاجه على الطبيعه، اوري لك كل حاجه على الطبيعه. حقك كمشاهد انك تشوف كل حاجه على الطبيعه. واحنا بنفتح على الحمام، الحمام اللي طار والحمام اللي ما طارش. طبعا في حمام طار في الجو تمام، هيلف لفته وهيجي. في حمام طار هيلف لفته وهيجي. داري وشك قوي مازن مش عايز يطلع برضه، مش عاوز يطلع في التصوير، مش عارف ليه. مش عارف بس انا واضحه. يا جماعه هيلف لفته ويجي، هيلف لفته ويجي. كده ما تخافش، كده ما تخافش. ده خلاص طار ونزل كال وطلع وجه. لو كبير الهدف من الفيديو، لو عندك حمام شبابيات وما شافش جو اعمل زي ما انا بعمل كده وما تخافش على الحمام. مش شرط زغاليل، انا حمام كبير فيهم طار قبل كده وفيهم ما طارش. قسما بالله فيهم حمام ما طارش، انا نقله من العشه الثانيه
تمام اللي هي قبالنا ديت وجابته هنا. انا بقول لك وبعرفك ويعني بوصل لك المعلومه صحيحه باقل الامكانيات، باقل الامكانيات بوصل لك المعلومه على قد ما اقدر. تمام بس يا ريت تعمل زي ما احنا بنعمل كده عشان ما تضيعش حمام، عشان ما تخسرش حمام. العلام تمام العلام بفلوس، بس انا بقول لك مش عايزك تقع في الحاجات ديت. انت مش عاوزك تقع وتخسر، انا عاوز كل انت تبقى غاوي بتتفرج على قناتنا، مشترك في القناه بتاعتنا وراجل بتشاهد فيديوهاتنا. لازم انا اوصل لك المعلومه صح، لازم حقك، ده حقك انك تاخده مننا المعلومه صح. البساطه مفيش احسن منها، ما بنكلكعش الدنيا على حد. باقل الامكانيات هتربي حمام، باقل الامكانيات هتطير حمام، باقل الامكانيات هتنش ويبقى مزاجك عالي العال. حتى لو انت عندك حمام كبير وشبابيات وما فتحتلوش قبل كده، بس ركز بقى في المعلومه اللي قالوها لك ديت عشان ما تقولش انا اللي قلت لك والحمام يضيع منك. لو انت شاري حمام كبير من حد وزواجل بالذات، خد بالك من الحته ديت، لو انت شاري حمام كبير من حد وزواجل بالذات، فانت حاول بقدر الامكان ان انت تركز بقى في الكلمتين دول عشان ما تضيعش الحمام بتاعك، علشان ما تضيعش الحمام بتاعك. سايبينهم براحتهم اهمت، سايبينهم براحتهم، ما بنعملش حاجه، سايبينهم براحتهم. لو انت شاري حمام شبابيات كبير من عند حد او من عند غاوي تاني، فنصيحتي ليك انك تقفل على الحمام بتاعك عشان الحمام بتاعك ما يضيعش. نصيحتي ليك قفل على الحمام بتاعك، يتدشر دشار حلو علشان الحمام بتاعك ما يضيعش بقدر الامكان. لما الحمام يشتغل ممكن تطيره. الكلام ده لو هو طاير عند غاوي او عند غاوي تاني وانت جاي عايز تدشره وتطيره، فده هيبقى صعب شويه. انما لو ما طارش عنده، تمام، لو ما طارش عنده انت ممكن تكشفه وتدشره، مش هيضيع منك حاجه، وفي نفس الوقت هتطير وهتنش ويبقى مزاجك عالي العال. تمام. سيبهم براحتهم، سيبهم براحتهم. طبعا الشمس حاميه، قلت اخش جوه بقى طبعا عشان ايه اكمل لكم الفيديو، وفي نفس الوقت مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. مع احلى متابعين في الدنيا واحلى مشتركين في الدنيا، بنقول لكم مساء الفل مساء الجمال على كل متابعينا كل مشتركينا. ويا ريت يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبك الفيديو طبعا ما تنساش تعمل لنا اللايك الجميل بتاعك، وفي نفس الوقت ما تنساش طبعا تشير الفيديو لاكبر عدد من اخواتنا الغواة في كل مكان. وكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.